حاجة واحدة، أنا ما دخلني، لا أنا والشامي انتوا رابطينهم، أنا ما ربطت حدا، أنا جبتهم مربوطين. Yine de inanmam sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. كنت قاعدة عم فكر شو ممكن أعمل لكم فيديو، شو الكوليكشن اللي رح نعمله مع بعض، ولا خطر لي فكرة اختار كابلز من اختياركم انتو وحاول اني صمم لهم تصاميم. بس شو الشيء المميز بإني اختار كابلز وإني صمم لهم تصاميم؟ الشيء المميز اللي أنا اخترته هو شيء غريب. رح اختار من عناصر من طاقة هدول الأشخاص، يعني عنصرهم، وحاول ادمج العناصر مع بعضها ليطلع عنا كوليكشن خطير. انتوا فهمتوا الفكرة؟ يعني بهذا الفيديو انا اخترت الشامي ولانا، بس بالفيديو الثاني انتوا هتختاروا مين رح اضيف. الشامي طاقته الهواء مولود برج الجوزاء، ولانا طاقتها الماء مولودة برج الحوت. فرح اخلط الطاقة المائية مع طاقة الهواء واحاول اعمل هيك ميكس ونعمل تصميم مع بعض. فهمتوا الفكرة؟ فبس هي فكرة الفيديو. في هذا الفيديو رح نعمل مود بورد، رح نرسم، رح نصمم ونلون، واخر شي حيكون العرض النهائي بالاي اي، فيكم تشوفوه بالفيديو. واذا انتم كتير مستعجلين على النهاية بتلاقوا الفيديو شورت بالقناة. خلونا نبلش. صار وقت الفقرة الأهم بالنسبة لي، اللي هي أول فقرة بنبدأ فيها بأي كولكشن بدنا نصممه، واللي هو المود بورد. تعريف بسيط على المود بورد: هو لوحة إلهام تعمليها كمصممة بأي مجال، إن كان تصميم ديكور داخلي، تصميم أزياء، أي تصميم، لحتى تستلهمي أفكار لأشياء معينة. تمام؟ أنا رح استخدم المود بورد للأزياء، ورح يكون هو عبارة عن 4 عناصر مثل ما قلت لكم. نبدأ بعنصر الماء. أنا جبت أنواع أقمشة معينة، جبت أحجار معينة، ألوان تدرجات معينة. حبيت دخل لمعة المي، فينا نستخدم لمعة المي بلون ترتر، مثلا ماش ترتر بلون أزرق، في تركواز، في كتير أشياء إذا بطلع. بالنسبة لعنصر الهواء، فأنا جبت من الغيوم رح أقتبس ألوان حرير، ريش، هذا القماش الأورغانزا اللي بيجي على شفاف أكتر كمان ممكن يفيدنا. جبت تدرجات ألوان مناسبة بحسها بتشبه ألوان الهواء، بس بشكل عام أصحاب الطاقة الهوائية بيلبق لهم ألوان الطيف اللي أنا حاططها هون. 7 ألوان بتلبق لهم وتكون تدرجات الأوف وايت. وفي عنا هلأ باقي عنصرين. عنا عنصر النار اللي أنا جبت ألوانه من منظر الغروب هذا الجميل، منظر ناري بتحسوه. عم بستخدم ألوان وأنواع أقمشة لامعة تعكس الضوء، لأنه نحن لما بدنا نقول طاقة النار نحن عم نحكي عن جرأة، عن شغف، عن هيك ظهور، فبشكل عام لازم تكون ملفتة ومثيرة للانتباه. حبيت استخدم ألوان غريبة مثل الأورنج، أسود وأحمر، تجيب الأحمر الغميق أو الأحمر الغامق غميق. لا واضح مشروع مصممة. بالنسبة لعنصر الأرض، جبت الألوان الترابية مثل لون الرمل، لون التراب، جذور الشجر، حجر الزمرد، حجر العقيق، خامات أقمشة طبيعية مثل الصوف، مثل الكتان. حتى إذا بتلاحظوا جبت ألوان زيتية، لأنه لما نقول أرض نقول تراب، فطبعا في عشب، فالأرض بتعطي عشب، فالأرض تزهر، فالأرض بيناسبها ألوان زيتية، صح ولا مو صح؟ ألوان على أخضر. ففيكم تشوفوا قديش حلوة. أنا حسيت هي أحلى واحدة لأنه طاقة. وإذا أنتم بدكم تعرفوا نوع طاقتكم، فيكم تكتبوا تاريخ ميلادكم تحت بالتعليقات، وأنا برد عليكم بقولكم شو عنصركم الأساسي. Hayat gel şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma, bir aşk hiç yaşanmamış. خدوا لي صورة مع المود بورد. حاسة حالي كتير مصممة، كتير هيك جو البنت الفاشينيستا اللي هيك شغلة. بكرة أنا لما أعمل مكتبي بشركتي بالبوتيك تبعي هيك رح نختار ألوان مع بعض، رح نحط أشياء مع بعض مثل ما هلأ عملنا المود بورد مع بعض. هيك حصير شارككم بالكوليكشنات، حصير هيك فهمتوا، هيك
هيك أنا وياكم، فلحتى نكون هيك أنا وياكم اعملوا سبسكرايب للقناة. هلأ رح نبلش بالفقرة الأحب إلى قلبي ولقلبكم، هي فقرة التلوين والرسم. رح نختار قصات مع بعض، نحاول ندمج هيك الهواء مع المي، نشوف كيف المي هيك بتتحرك، موج البحر مثلا، لمعة البحر، ما بنعرف أبصر شو حيطلع معنا. فخلونا نروح لفقرة الرسم. أوكي أنا خلصت طلع معي إبداع. لا أنا ما لونت لسه لأنه بدي أصور فيديو شورت، فلحتى أنتوا تشوفوا فيديو شورت قبل حصور تلوينة شورت فيكم تشوفوه، وهون حتشوفوا النتيجة النهائية. ما بعرف إذا حشارككم تفاصيل التلوين أو لا. تعرفوا إنه أنا ما اخترت كون مصممة، التصميم هو اختارني. أنا رح نام، تليفوني ممكن يطفي بأي لحظة، وحاسة حالي كتير تعبانة. الساعة 5 الصبح صارت عندي، شلت كف قمر المصممة كبوه هنيك. هلأ أنا ماني مصممة، أنا هلأ نعسانة بدي نام، أنا ماني سترونج اندبندنت وومن، أنا هلأ ناعسة. لسه لحديت هلأ ما خلصت تصوير شورت وما رح أكفي. هلأ الساعة 5 الصبح وأنا كتير نعسانة وبدي نام، وبعدين بكفي. وحلو عني، تصبحوا على خير. عدت لكم من جديد. أنا خلصت التصميم وعملت مونتاج ونشرت الفيديو، كنت إنسانة منضبطة وخلصت، بس لسه ما عملت شي، تقريبا مر يومين وخلصت كل شي علي. بس لسه المكتب مثل ما هو، أنا ما غيرت شي، تركت كل شي بس لحتى ورجيكم التصميم النهائي. بس قبل كل شي بدي إياكم تحطوا ببالكم إنه أنا يعني عم صمم كل يعني طاقتين مع بعض، اوكي؟ بس التصميم اللي انا بدي ادمج طاقتين مع بعض بشكل متناسق لسه ما عملته. انا هلا بس عم برجيكم انه هو هوائي وهي مائية. جميل صح؟ بعرف انه جميل. هلا رح اقلكن كيف قدرت طلع التصميم هذا. بداية مثل ما قلت لكم أنا اشتغلت كثير على المود بورد وطلعت منه قصات ونقشات وكثير أشياء. فتصميم لانا أخذ معي وقت أكثر من تصميم الشامي. ليه؟ لأنه أنا ركزت كثير على طاقة المي أكثر مما ركز على طاقة الهواء. وطاقة الهواء عندي صار فيها شوية مشاكل، يعني قاعدة أتخيل الهواء شو بده يكون لونه، يعني رمادي، يعني عاصفة، يعني رمادي. طب رمادي وأزرق بيلبقوا مع بعض بس مو بهذا التناسق. كان لازم نضيف شوية رمادي على تصميمه وشوية أزرق على تصميمه لحتى يعطي روح واحدة. بس ما بيأثر، نحن نتعلم من أخطائنا. استخدمت أقمشة خفيفة صيفية لحتى تناسب لانا. بالنسبة للجزء العلوي من الفستان هو حيكون عبارة عن شيء علوي مشكوك شك أو مثل الخرز، تمام، ولكن بطريقة كتير أنيقة ومرتبة، مو مثل اللي بيطلعوا ترند. بالنسبة لتصميم الشامي هو ما كان هيك، أنا كنت عاملة قبة حلوة وفيها هيك أسهم طالعة وأسهم نازلة بتدل على الهواء. بس خرب معي التصميم أنا وعم لونه وما استسلمت، ضلتني مكملة مع أنه أنا تضايقت. وما كان أبدا قميص بهي الطريقة، كان قميص بس إله نقشة من هون ومن هون إذا شفتوا، ومع هيك بالتلوين تغير. أما بالنسبة لقماش التصميم هذا فغالبا رح يكون قماش خفيف وبنفس الوقت هيك يعني واسع، فبيوحي لطاقة الهواء. أنا عملت اللي علي، شاركتكم التجربة، صممت التصميم، وانتظروني بالطاقات القادمة. فيكم تختاروا تحت هذا الفيديو أسماء لشخصيات وأنا رح أختار من اختياراتكم أنتو. وبس، سلام.